ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة تخزين الملوخية. هعرفك ازاي تخزنيها من السنة للسنة من غير ما لونها يغير، وتعمليها في اي وقت تبقى خضرة معاكي وطعمها جميل جدا. بس اللي اول مرة يتابعني ويشوف الفيديو، لو عجبكم الفيديو تشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. معايا هنا الملوخية، طبعا انا جبتها وقطفتها وغسلتها، بس دايما انا براعي وانا بقطفها ان يكون لها العنقود اللي فوق الاخضر ده. انا بسيبه علشان يعمل عرق للملوخيه وتبقى تقيله معانا وايه، طعمها يبقى حلو. تمام. انا كده غسلتها خلاص كذا مره، وبنغسلها ونتاكد ان هي نظيفه ونزلنا منها كل التراب والطين اللي جواها. تمام، لان هي بتبقى جواها تراب كتير قوي. هسيبها بقى تنشف، وهفضل اقلب فيها بالشكل ده كده لغايه ما اتاكد ان هي نشفت تماما، ما فيهاش ميه خالص. وهبتدي بقى بعد كده احطها في اكياس بالشكل ده كده. انا ولا هخرطها ولا هعمل فيها اي حاجه، انا هخزنها بالورق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بحط في الكيس على قد الاكله اللي انا هستعملها، وبربط الكيس زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى اما باجي استعملها بطلعها وهي جامده، بحطها في قلب الكبه وبفرمها، اديها ضربه كده تتفرم، بتبقى عامله زي حبيبات الرمل. بستعملها في ساعتها على طول، ببقى محضره الشوربه بتاعتي ومحضره كل الخلطه بتاعتنا. تمام، وبستعملها على طول، بتبقى طعمها تحفه وغايه من الجمال. دي الكميه اللي طلعت معايا بتاعت الملوخيه. جربوا الطريقة دي، والله العظيم جميلة جدا، والملوخية هيطلع لونها أخضر زي ما هي، وإن شاء الله تعجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك.